يعني انتي ما بقيتيش بنت؟ سلمى: بتبدأ حكايتي وانا عمري 15 سنة. حياتي بتكون مثالية لاني من عيلة ميسورة، نفسي فيه بيجيلي حتى من غير ما اطلبه. مدلعيني جدا وعمرهم ما رفضولي طلب، لاني البنت الاخيرة. كان عمري 15 سنة، اتعرفت على شاب من على الفيسبوك، نتكلم مع بعض فترة طويلة جدا، حبيته جدا وهو كمان حبني. فهمني ان هو اكبر منه ب4 سنين، وكان موعدني بالجواز وانا طبعا صدقته. فهمني ان ظروفه المادية صعبة، وكان دايما بيدور على شغل علشان يكمل دراسته. طبعا علشان كنت بصدقه وكان بيصعب عليا، وكنت بحوله فلوس كتير جدا كل شهر. كان بتعدي وعمر دايما كان بيتكلم معايا، وكان يطلب مني ان انا اقابله. من اول ما كان بيقولي حاجة زي دي انا كنت بخاف جدا وقلبي بيتقبض. له لا، بلاش تطلب مني حاجة زي كده تاني، انا بخاف. بيقولي انتي مش صغيرة، ولو كنتي قلتي لأهلك ان انتي رايحة عند حد من قرايبك او حد من صحابك مش هيرفضوا. ليه احنا هنتقابل في مكان عام؟ قلتله طيب اديني وقت افكر. خلاص ماشي، والايام بتعدي وانا بنسى الموضوع. قرر طلبه تاني وبيجي يقولي ان هو نفسه يشوفني. لا بصراحة انا خايفة. قالي لا، ده انا اكتر حاجة عجبتني فيك ان انتي بنت جريئة وغير كل البنات. اشوفك في اسرع وقت. هو انتي مش عاوزة تشوفيني؟ قلتله ما انا شفت صورتك وانت شاب جميل وانا بحبك. طيب صبريني لحد ما نتقابل وابعتيلي صورة. قلتله لا مش هينفع. قالي ليه؟ هو انتي مش واثقة فيا؟ لا انا واثقة فيك، وعلشان ما تزعلش انا هبعتلك صورة لعيوني بس. فعلا صورتله عيوني وبعتها له. والايام بتعدي وعمر بيزن عليا علشان نتقابل. قررت ان انا اجمد قلبي واروح اقابله، وقلت لماما ان انا هقضي اليوم ده مع صحباتي. عادة ماما وافقت. في اليوم ده لبست اشيك واحلى حاجة عندي. قلت عمر وقلتله ان انا هستناه في اخر الشارع. راح قالي هعدي عليكي بالعربية وهنمشي على طول. فعلا عدى عليا بالعربية وركبت معاه وانا مكسوفة جدا. الماشي بالعربية لحد ما نزلنا اكلنا في مطعم، وقالي ان انا نفسي اشوف وشك. انا كنت لابسة نقاب. قلت له لا، انا جيت قابلتك زي ما انت عاوز، لكن انا مش هينفع اقلع النقاب. طيب انا عاوز اشوفك الشوفة الشرعية. قلتله لا، الكلام ده لما تيجي تطلبني من بابا. لقيته بيقولي ما انتي عارفة ان انا لسه مخلصتش جامعة. ولقيته عمال يزن عليا علشان اوريه وشي. كلم تليفون ورن. اتخض جامد جدا وقالي قومي تعالي معايا. طبعا اتخضيت، قلتله في ايه؟ قالي ماما تعبت ووقعت ومفيش حد في البيت غير المساعدة معاها. انتي قريب من المكان ده وانا مش هينفع اسيبك لوحدك علشان تروحي، علشان هتاخدي وقت طويل على ما توصلي بيتك. طبعا ما كانش فيه وقت للتفكير. انا بيتي بعيد وهو كان متعصب وعمال يلم في حاجاته بسرعة. اضطريت ان انا اروح معاه وبالمرة اتعرف على والدته. وصلنا البيت سابني وجري، وطبعا انا دخلت وراه لاني كنت خايفة اقف برا لوحدي. لما دخلت قالي الحمد لله ماما بقت كويسة، تعالي سلمي عليها. وبيقول بصوت عالي لما سلمى يا ماما عرفت ان انتي تعبانة صممت ان هي تيجي تسلم عليكي. ابتسمت ابتسامة خفيفة ودخلت اوضة والدته علشان اسلم عليها. دخلت الأوضة اتصدمت لاني ما لقيتش فيه حد على السرير، ولقيت باب الأوضة بيتقفل عليا. الوقت ده ابتدى وش عمر الحقيقي يبان. بيقولي انا بقالي كتير مستني اليوم ده، جيني علشان تيجي. قلتله في ايه يا عمر؟ وفين مامتك؟ في كل ده وانتي مش فاهمة حاجة؟ قلتله ما انت اكيد مش هتأذيني. مين قالك ان انا بحبك؟ وبعدين انا ما اسميش عمر، كان مش في الجامعة، وعملت عليكي فيلم علشان تجيلي خد منك اللي انا عاوزه. قلتله بس انا ما عملتش فيك اي حاجة وحشة علشان تأذيني. اخوكي كان بيكلم اختي.
اخويا عمره ما اذى حد ولا عمل حاجة وحشة في حد. لا، ما انا يوم ما كنت بقرب منك كنت مقرر ان انا اعمل كده لانك بصراحة عجباني. بقالي فترة متابعك، وعلى فكرة انا ما دخلتش كلمتك صدفة، انا بقالي كتير برتب لليوم ده. يقرب مني وانا فضلت اصوت لكن محدش سمعني. ساعات لقيته سايبني مرمية على الارض وبيقولي بكل انتصار ابقي سلميلي على اخوكي. شكرا على الفلوس اللي انتي بعتيها لي، على فكرة انا هسافر بيها. الحقي تلبسي هدومك وتنزلي من هنا، ان البيت ده مش بتاعي، ولو صحابه شافوكي انا مضمنش يعملوا فيكي ايه. ما قال لي الكلام ده قلبي فضل يدق جامد جدا، وحاولت اتسند والبس هدومي علشان اخرج من البيت. هي مبلغ بسيط وطلبت تاكسي وقلتله لما هوصل البيت هحاسبك. وصلنا البيت وماما حاسبته، والحمد لله ابويا واخواتي كانوا في الشغل. محدش شافني بالمنظر ده غير امي افتكرت ان انا حصلت لي حادثة او عربية خبطتني. لكن لما لقتني هدومي متقطعة وساكتة ومش بتكلم قالت لي في ايه اتكلمي. يا ماما سيبيني دلوقتي وبكرة هبقى احكيلك كل حاجة، لاني ما كنتش قادرة اجمع الكلام وقادرة اتكلم. ماما طبعا كانت هتتجنن عليا وكانت عاوزة تعرف في ايه. يوم هديت شوية وكنت قادرة اتكلم واحكي كل حاجة حصلت لي من اول ما اتعرفت على عمر. تاني يوم دخلت لي الأوضة وهي خايفة ومتوترة جدا وبتقولي مالك ايه اللي حصلك. معرفتش انام امبارح بسبب التفكير، وابوكي لاحظ وقالي في ايه، معرفتش ارد واقوله حاجة. مالك؟ قعدت قدامها وفضلت احكيلها على كل حاجة، وقلتلها بعد ما احكيلك على كل حاجة اعملي فيا اللي انتي عاوزاه. وحكت لها على كل حاجة من اول ما اتعرفت على عمر لحد ما رحت قابلته. سمعت الكلام ده فضلت تصوت جامد جدا وقالت لي بخضة يعني انتي ما بقيتيش بنت. يا ماما اهدي علشان خاطري، بابا لو سمعك هيقتلني. تضربني وتقولي ده انا اللي هقتلك. ماما في اليوم ده موتتني من الضرب. كتر غيظها مني قامت قصت لي شعري كله، لان هي عارفة ان انا اكتر حاجة بحبها شعري. بعد ما ضربتني وقصت لي شعري خرجت، بعد ساعتين بالظبط دخلت لي تاني. قالت لي انا لو عرفت ابوكي واخواتك هيقتلوكي، وانا مش عاوزة ابوكي واخواتك يروحوا في كلبة زيك، عشان كده هساعدك. طبعا امي كانت بتقول كده بسبب قهرتها وزعلها من اللي انا عملته. هي كانت خايفة عليا. ايام بتعدي وماما بتطلب مني ان انا امثل ان انا تعبانة، ولما يبقى بابا واخواتي موجودين ما اكلش ولا اشرب. كان نفذت اللي ماما طلبته مني. بابا شافني تعبانة قال لماما لازم نشوف حل للبنت، هو انت ليه مش عاوزة تكشفيلها؟ ماما قالت له ان انا كشفت لها كتير بس ما كنتش عايزة اشيلك الهم. ماما قالت له ان انا عندي مشكلة في الرحم ولازم عملية، والعملية دي مش بتتعمل هنا. عليه حوار، ولان ابويا راجل طيب جدا صدقها. اخر قال لها طيب انتي هتعملي ايه؟ قالت له انا هاخد بنتك وهسافر بيها. قال لها مش هينفع تروحي لوحدك، خدي ابنك الكبير او انا اجي معاكي. ينفع تيجوا لان انتم عندكم شغل. وفضلت تقنع فيه لحد ما بابا اقتنع. بابا خلص لنا الجوازات والاوراق وكل حاجة بقت تمام. فلوس معانا، وبعد كده سافرنا الدولة اللي انا هعمل فيها العملية. الدولة دي ما بيعملوش العمليات اللي من النوع ده، ولو عرفوا ان البنت عملت حاجة زي دي بتتعاقب عقاب شديد جدا. العملية اللي انا عملتها، عشان لو انتم مش فاهمين، عملية ترجع البنت بنت بنود تاني، ترجعني بكر. سافرنا انا وماما الدولة اللي انا هعمل فيها العملية، جهزنا كل الاوراق المطلوبة ودفعت فلوس العملية وعملت العملية على طول جدا بعدها، ولكن اتعافيت بعد 7 ايام. خفيت ماما خدتني ورجعت البلد تاني. بعد ما عملت العملية ماما منعتني ان انا اخرج وان انا اكمل دراستي، ومنعتني من حاجات كتير قوي.
أنا كنت متدلعاه مبقاش فيه منه الكلام ده، وبقت تخليني أشتغل مع العاملات في البيت. ما كنتش بتكلم وكنت بتحمل لأني عملت غلطة كبيرة قوي لازم أتحاسب عليها. بتعدي وفي يوم بسمع ماما بتتكلم مع بابا وبتقوله بنتك مش هتكمل تعليمها حاليا عندها 19 سنة وعادي جدا لو اتجوزت في السن ده. قالها هو جالها عريس واحنا رفضنا؟ قالت له مش لازم يجيلها عريس وانت هتروح لاخوك وتطلب ايد ابنه. قال لها ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي عاوزة ترخصي بنتي؟ قالت له هو فين الرخص ده؟ بعد عمر طويل بنتك هتورث مبالغ كبيرة وانا مش عاوزة اجوزها برا العيلة. عمها مناسب ليها جدا. وقال لها افترضنا لو الولد مش عاوزها وكلم اخوك ما بينك وما بينه ومش هيحصل حاجة لو قالك الولد مش عاوزها ويبقى عملنا اللي علينا. بابا بيسمع كلام ماما وتاني يوم بيروح يفتح عمي في الموضوع. قاله انت ما كنتش جيت فتحتني في الموضوع ده انا كنت هجيلك افتحك. ان فارس ابني بيحب بنتك من زمان بس هو كان مستنيها تكبر لان انت ما بتجوزش بناتك قبل ال20 بناتي يكملوا تعليم. انما سلمى هي اللي حبت تقعد محبتش تكمل. قال له خير ما عملت والله البنت مسيرها للجواز والبيت جوزها. عندنا ما بنشغلش بناتنا بشهادتهم فمش مهم الشهادة. بعد مرور اسبوع بالظبط جه عمي ومرات عمي وابن عمي فارس طلبوا ايدي. فعلا يا جماعة طلع فارس بيحبني وكان مستني عاوز يتجوزني بس هو كان مستني لما اوصل سن ال20 لان بابا ما بيجوزش البنات قبل ال20. اخواتي كلهم اتجوزوا بعد ما خلصوا جامعة. اليوم ده بابا اتفق هو وعمي على كل حاجة حددنا المهر والهدايا وكل حاجة اتفقوا عليها. قالت لبابا عاوزين نعقد القران في اقرب وقت. هما الاتنين ولاد عم وعارفين بعض من زمان. طبعا في الفترة دي كنت حاسة بالذنب علشان اخدع فارس وحياتي هتتبني على كدبة كبيرة. كنت اتكلم مع ماما واقول لها ايه رأيك يا ماما لما صارح فارس بكل حاجة حصلت معايا. ما كملتش الكلمة ولقيت ماما ضربتني بالقلم على وشي من شدة الألم وقعت على الأرض. قفلت عليا الباب وقالت لي انت اتجننتي حيوانة. انا سافرت وعملت كل ده علشان في الاخر تفضحينا. لو عرف مش هيوديكي على بيت جوزك ده هيوديكي على التراب. ضميرك صحي؟ ضميرك كان فين وانتي رايحه له البيت؟ راسي هو انتي ليكي عين تتكلمي وتردي عليا؟ ربنا سترك ولو كان عاوز يفضحك كان فضحك من زمان. سر مدفون. عمك راجل زي كل الرجالة اكيد عمل حاجة غلط في حياته مش ملاك. احنا بشر واحنا كلنا بنغلط. طالما ربنا سترك ما تفضحيش نفسك. الوقت ده كان عندك 16 سنة وكنتي عيلة. انا ما خليتكيش تكملي تعليمك. بصت لها بحزن وقلت لها انا اسفة يا ماما مش هتكلم في اي حاجة. مرور شهر بالظبط بنكتب الكتاب وبنعمل فرحنا في قاعة كبيرة جدا. الستات بيكونوا في مكان والرجالة بيكونوا في مكان. الفرح بيكون راقي جدا والكل بيحكي عنه. الفرح خلص ودعت اهلي ورحت بيتي مع فارس. يوم ما بيني وما بين فارس كان غريب وكله كان مشاعر حلوة. كان بيعيط من الفرحة ما كانش مصدق ان هو يتجوزني. ما كنتش مصدقة ان فارس كان بيحبني للدرجة دي. ايدي وبسها وقال لي يلا يا عروسة علشان نتوضى ونصلي. ركعتين لله ولقيت فارس بيصلي ركعتين تاني شكر لله علشان اتجوزني. الوقت ده كسفت من نفسي وحسيت ان هو كتير عليا. خلص صلاة كنا وشربنا عصير وفضلنا نضحك مع بعض شوية. بعد كده دخلنا اوضه النوم واول علاقة ما بيني وما بين فارس كانت طبيعية وكأن ما حدش لمسني قبل كده. ما بقيت مراته قدام الناس بقيت مراته قدام ربنا. وبعد كده دخلت خدت دش. بعدين اتوضيت وصليت وفضلت اعيط وقلت يا رب سامحني يا رب اغفرلي انا عارفة ان انا في الوقت ده كنت صغيرة. شافني قاعدة اعيط على سجادة الصلاة جه خدني في حضنه وقال انتي بتعيطي ليه؟
هو أنا عملت حاجة تزعلك؟ أنا بعيط من الفرحة علشان ربنا عوضني بيك. بس راسي وبس ايدي وقال لي ان شاء الله الايام اللي جاية هتكون كلها حب وسعادة. على جوازنا سنة وبعد كده ربنا بيكرمني بالحمل. ولما فارس عرف ان انا حامل رفض ان يجيب اي حد يخدمني وبقى يخدمني بنفسه. هو خصص يوم في الاسبوع نخرج نتمشى فيه مع بعض علشان نفسيتي. غرقني بحنانه وهدايا وحب وخروجات. غرقني بحنانه دلع وهدايا وحب وخروجات. بس ان هو كان كويس معايا اكتر كنت متضايقة من نفسي اكتر. وبيعدوا ال9 شهور. بس كان فرحان قوي لدرجة ان هو وزع فلوس كتير جدا على الممرضات. كان عامل توزيعات كتير جدا وزعها على القرايب والحبايب والصحاب. وكان عامل مع التوزيعات كروت. خدت كارت وقرأته ولقيته كاتب لقد رزقني الله روحا من روحي. ده بيموتني حاسة ان انا ست خاينة غابة وخدعته ومش قادرة اسامح نفسي. لو كان قاسي عليا او بيعاملني وحش كان ضميري هيكون اهدى من كده. لكن هو طيب قوي ويستاهل واحدة احسن مني. عاوزاكم تقولولي ايه رأيكم في حكايتي وتدعولي دعوة حلوة من قلبكم. مش تجرحوا فيا لان فيا اللي مكفيني.